فاكر دي؟ لا المره دي بقى جايب لك ده ايه بقى يا حاج؟ ده الوحش بقى، ده الوحش بقى. لو انت مهندس معماري، لو انت صاحب شركه، لو انت شركه تصميمات، لو انت شغال على البرامج بقى بتاعت ال 3 دي ماكس والافتر افكت والبريمير و بتعمل ريندنج، جميع البرامج بقى، الشغل اللي هو التقيل قوي 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 قوي، شغل المحترفين بجد. جبت لك بقى الوحش الجبار ده من شركه ديل، الجهاز اللي هو التي 7920، جهاز بقى يعني حاجه طلقه بمعنى الكلمه. جايب عليه بروسيسور الجولد 6134، البروسيسور دوت 8 كور 16 ثريد، الكاش بتاعه 24.75، وجاي معاه كارت الفيجا البي 2200 ورامات 32، والباور سبلاي بتاعه 1400 واط. يعني انت تقدر تغير كل الامكانيات دي في اي حته تاني زي ما انت عاوز. طبعا نقدر نغير، طبعا لو حبينا نغير بقى مش عاوز اقول لك، جايب لك حته على الرايق زي ما بيقولوا. النفيديا كوادرو الار تي اكس الاي 4000، ده كارت 16 جيجا رام 6. تمام الكارت ده، وجايب لك معاه مفاجاه بقى، انا جايب لك معاه بروسيسور الزيون ال 6246 ار. البروسيسور ده حاجه بقى يعني، لما يكون مزاجك عالي ومزاجك رايق، تيجي تقول لي حط لي الكارت ده وحط لي البروسيسور ده. طب ليه بقى؟ اقول لك ان البروسيسور دوت التردد بتاعه بيبتدي من 3 و4، والماكس تيربو بتاعه بيوصل لحد 4.10، والكاش بتاعه كاش 35. يعني انت كده معاك تردد، معاك كاش، اشتغل برنس وين بقى كل اللي انت عاوزه، ورندر، كل اللي انت تتخيله هتعمله في الجهاز دوت. وطبعا لو حابب تعدل او تزود اي امكانيات او تضيف او تعرف السعر، اتواصل معانا على الرقم اللي تقدر عندك على الشاشه. واحنا عنواننا في 6000 السخاوي، مصر الجديده، شركه ستيب 1 مع ابو صايب. انت كسبان.